السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل معاكم ان شاء الله النهاردة الكنافة بالقشطة. زي ما انتم شايفين كده جايبة نص كيلو كنافة، هو طلع من الفريزر. هقطعه بالسكينة او ممكن تسيبيه يفك شوية وبعد كده تقطعيه بايدك عادي. انا جبت السكينة ورحت مقطعاه بيه زي ما انتم شايفين كده. وهجيب الصينية بتاعتي وهجهز السمنة بتاعتي. نص كيلو هيعوز كوباية سمنة بلدي، هي كوباية يدوبك حلو عليها عشان الكنافه بتحب السمنه. زي ما انتوا شفتوا كده انا سيحت السمنه بتاعتي ورحت حاطه على الكنافه شويه وهقلب الكنافه. وهجيب على نص كيلو الكنافه برضو 3 معالق سكر، هو سكر ناعم او سكر يكون مش خشن، يكون سكر ناعم شويه او سكر بودره. وهقلبهم على الكنافه مع السمنه كده. انا حطيت السمنه والسكر وهقلبهم كلهم لغايه ما يتجانسوا مع بعض والكنافه بتاعتي تشرب من السمنه. وهقلبهم كويس واجيب الصينيه بتاعتي اللي هحط فيها كميه الكنافه. هدهن الصينيه بتاعتي بشويه سمنه برضو من تحت. وبعد كده هروح حاطه طبقه تحت واكون مجهزه الكريمه بتاعتي او القشطه بتاعتي. انا عملت كوبايتين لبن عليهم معلقتين نشا وسويتهم على نار هاديه، يا اما تسيبي اللبن لما يغلي وبعد كده تحطي معلقتين النشا. وحطيت معلقتين سكر بس، ما تخليهاش مسكره قوي القشطه بتاعتكم عشان هتبقى مسكره قوي مع الشيره اللي هتحطوها. فهي كده سكرها وسط، وممكن تعمليها من غير سكر خالص لان الكنافه كده كده هتسقي شير كده. بعد ما عملت الكنافه بتاعتي غلفتها بالسمنه والسكر، حطيت نص الكميه في قعر الصينيه الاول. بعد ما دهنت الصينيه بتاعتي سمنه حطيت نص الكميه زي ما انتم شايفين كده وهفردها. وهفرد الحراف حلو عشان لما احط القشطه بتاعتي في النص ما تطلعش ليا على الحراف وتنحرق. لازم تظبطي الصينيه بتاعتك الاول كده كويس. لازم الصينيه كلها من تحت تكون مستغطيه بالكنافه، ما تسيبيش حته فيهاش كنافه لان الكنافه هتنزل على تحت وتنحرق وتبقى تعمل طعم وحش. وهبططها بايدي كده زي ما انتم شايفين اهو، وافردها كويس وافرد الاحراف. وهجيب بقى القشطه بتاعتي اللي انا عاملاها، اللي انا قلت لكم عليها كوبايتين لبن ومعلقتين نشا ومعلقتين سكر وسويتهم على نار هاديه. وكوبايه قشطه بعد ما استوت حطيت عليها كوبايه قشطه وقلبت المكونات كلها مع بعضها. يبقى انا حطيت كوبايتين لبن ومعلقتين نشا ومعلقتين سكر، سويتهم مع بعض على نار هاديه لغايه ما تلاقيها مسكت شويه كده مع بعضها. وبعد كده هجيب كوبايه القشطه بتاعتي، اي قشطه عايزه تحطيها تقلبيها بقى مع المهلبيه اللي انت عملتيها. هي دي كنافه بالقشطه زي ما بيقولوا، طعمها حلو برضو، افضل ما بتعمليها ساده او بالمكسرات. وخليت كميه القشطه في النص، ما تخليش الكميه على الاحراف عشان هتبظ بره ومش تبقى حلوه خالص وتنحرق معاكي. لازم تغطيها كويس بالكنافه من فوق، لازم تغطي القشطه بتاعتك بالكنافه حلو. وبعد ما اغطيها وهفردها هبططها بايدي كده بالراحه. وتجيبي صينيه خفيفه وتمشي على وش الصينيه من فوق تساوي الوش بتاعها عشان تبقى كلها سوا واحد وقد بعض، ما تكونش حته عاليه وحته واطيه. وانت برضو بتسويها بالصينيه ما تتكيش قوي بالصينيه عشان القشطه بتاعتك ما تخرجش بره، تساوي بس بالراحه. لازم تقفلي الاحراف حلو وتغطيها حلو كويس كده، وبايدك بقى تبططي وبعد كده تجيبي صينيه تسوي الوش بس بيها. طبعا انا هكون مسخنه الفرن بتاعي على ما ادخل الصينيه على 180 واخليها في الرف اللي هو الوسط، مش اللي هو الاولاني من تحت، لا الوسط التاني من فوق. واحطها على 180 درجه الحراره وهعمل لها كام كوبايه سكر. انا حطيت لها 3 كوبايات سكر وكوبايتين ميه. الشيره بتاعه الكنافه بيبقى سميك، مش بيبقى طري زي بتاع البسبوسه ولا الهريسه، بيبقى سميك، مش بيبقى زي بتاع البسبوسه. الهريسه بيبقى سميك شويه، انما الكنافه بيبقى سميك برضو. 3 كوبايات سكر وكوبايتين 2 ميه وربع معلقه فانيليا وربع معلقه ملح ليمون. الشيره بتاعتها عندك ليمون فريش، حطي عصره ليمون صغيره، المتوفر عندك حطيه وسيبيه يستوي. اول ما ياخد غلوتين 2 وتلاقيه بدأ يمسك كده يلزق شويه تروحي طافيه عليه. هو بيستوي بسرعه، يعني كملش 7 دقايق وتلاقي الشيره بتاعك استوى تطفي عليه. لازم يبرد على ما الكنافه تستوي. ادي الشيره زي ما انتم شايفين اهو. انا حطيت 3 كوبايات سكر ودي كوبايتين ميه.
واحطهم يستوي. الكنافه تستوي هيكون الشربات بتاعي بارد، اخليه دافي شويه، مش هحطه بارد خالص عشان الكنافه بتستوي جوه وبتنشف. فلو حطيتيه بارد قوي هتطلع معاكي الكنافه بتاعتك مقرمشه وناشفه شويه. فعشان تبقى مظبوطه وقوامها حلو وكريسبي وطريه من جوه تخلي الشربات بتاعك دافي. ماشي، مبقاش ناشفه قوي، بتبقى طريه وسط، ولا ناشفه ولا طريه قوي اللي هي العجينه، لا بتبقى وسط. تمسكي القطعه بتلاقيها ما شاء الله ماسكه نفسها وحلو. تخلي الشربات بتاعك دافي وانت بتحطيه على الكنافه. الكنافه تبقى طالعه سخنه من الفرن زي ما انتم شايفين اهو، والشربات بتاعي دافي. بعد ما الشربات بتاعك يستوي طبعا بتحطي ربع معلقه فانيليا او ظرف فانيليا اللي عنده، او فانيليا سايله، وتطفى عليه اهو. شفت الكنافه شربت الشربات الشربه بتاعك على طول ازاي؟ بس وتغطي عليها تطرى من فوق كمان. وبعد كده بعد ما بتهدى بقى من السخونيه اللي فيها تروحي مقطعاها زي ما انتم شايفين اهي، طالعه القطعه بقطعتها، ودي القشطه من جوه متماسكه ومظبوطه وما شاء الله، وطريه من فوق ومن تحت. وبالصحه والعافيه. نرجو تعليقاتكم ورأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.